الطفل اللي صورته ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي ده اسمه عبد الرحمن مسعد العرابي، عنده 11 سنة. الطفل ده اتذبح ساعة صلاة الجمعة واترمى في داخلة البيت بتاعه. طيب ايه اللي حصل بقى للطفل وايه تفاصيل الموضوع؟ الواقعة بدأت بقى لما والد عبد الرحمن الأستاذ مسعد محمد العرابي عنده 59 سنة، كان هو وابنه أحمد اللي متزوج معاه في نفس البيت. أحمد ده عنده 25 سنة ومتزوج من سيدة اسمها ياسمين عندها 18 سنة. المهم الأب وابنه كانوا بيصلوا الجمعة وهم مروحين بيفتحوا باب الشارع، لقوا الطفل مذبوح في داخلة البيت. طبعا كانوا في حالة هستيرية مش مصدقين اللي حصل، نادوا على اللي في البيت. والدته كانت في المطبخ جوه اللي هي والدة الطفل، وزوجة أحمد كانت في الدور اللي فوق برضه في شقتها عادي. نادوا عليهم ايه اللي حصل، محدش يعرف حاجة، مين اللي دخل البيت، محدش دخل. فالموضوع كان غريب. اتصلوا برجال الشرطة وجم وخدوا جثمان الطفل وشافوا كاميرات المراقبة اللي موجودة في محيط المكان، محدش دخل. طب انتوا ليكم خلاف مع حد؟ برضه قالوا لهم لا. فالموضوع كان فيه لغز غريب جدا.